كابتن احمد شوبير اتكلم من قيمه شويه ورفع تويته وكاتب فيها ايه؟ عندي سؤال وعايز اجابه. ايه الانديه اللي عليها مديونات لاستاد القاهره وبقالها سنتين ما دفعتش؟ انا هستنى لحد بكره، لو ما لقيتش رد هطلع اقول مين الانديه دي وبالارقام. وبعدها بساعتين نزل الاعلامي مينا ماهر بيان رسمي من النادي الزمالك ضد كابتن احمد شوبير. تقدم مجلس اداره النادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بشكوى رسمي الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد الاعلامي احمد شوبير على خلفيه ما وصفه بالتجاوز متكررا في حق النادي وجماهيره خلال حلقات برنامجه على قناه الاهلي. ده كلام مينا ماهر الاعلامي، لكن الصفحه الرسميه بتاعت نادي الزمالك ما نزلتش الخبر، ولكن مينا ماهر نزل التويته دي ونزل فيها الخبر دوت. فبعد الكلام ده كله وبعد ما مينا ماهر نزل الخبر ده، يروح كابتن احمد شوبير منزل خبر وكاتب فيه، منزل تويته وكاتب فيها الادب فضلوه عن اللعب. فيا كابتن احنا مش شغالين بقى شغل تلقيح وده لقح عليا وده لقح عليا. احنا عايزين نبص لفرقتنا ونبص للي قدام، ما نبصش للمنافسين. ومش هنبص اصلا ان استاد القاهره دفع فلوس وما دفعوش، ملناش دعوه. اتحاد الكوره هو يحاسبهم ولا استاد القاهره يحاسبهم؟ احنا ملناش دعوه بالكلام دوت. مين دفع مين ما دفعش؟ الانديه المصريه كلها عليها مديونيات، يعني مش جديده اصلا حوار المديونيه، مش جديد اصلا على حوار استاد القاهره. فليه يا كابتن؟ يعني الكلام ملوش لازمه اصلا يا كابتن احمد شوبير.